السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو كما كنتم تشوفوا راح نعملوا طريقة تفصيل موديل قطيفة دارج هذا العام. طبعا هنا فيه يعني هذه الحاشية يعني راهي جاية ديبلي كامل حتى الأسفل، وفيه هذا القالون يعني راهو جاي أيضا من الأعلى إلى غاية الأسفل، رقبة يعني مربعة كاري. راح نشوفوا التفصيل مع بعض ان شاء الله. تبعوا معايا البنات. اول حاجه راح نطوي القماش تاعنا على 4 كما متعودين، ونجي ندي القياسات نتاوعنا. طبعا قياسات كل وحده يعني دير القياسات اللي عندها. طبعا الروب هذه كما شفتوا في القطيفه، والاكمام راهم جايين يعني على ما اظن جهه فولار وجهه قطيفه. واش نديروا البنات؟ نجيو نديو هنا تحتاجوا 2.5 متر من القطيفه. نجيو نديو طبعا نصف عرض الكتفين، ثم ننزلوا بحدة الحبط، ثم نحدوا 4 دوران الصدر، ثم 4 دوران الخصر، ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر، وننزل بالقندوره تاعي الى غايه الطول المرغوب. هنا الموديل راهو جاي تقريبا دروات. نجيو هنا طبعا نحدو منتصف الحردة، نخرجوا من الزاويه 3 سنتيمتر، ونعملوا التقويصه تاع الحردة الخلفيه تاعنا. ننزل هنايا ننزلوا 2 سنتيمتر. عرض الرقبه راح نديوه يعني ما بين 7.5 الى 8 سنتيمتر، ونوصلوا بخط ميلان الكتف. الرقبه الخلفيه طبعا مش حبيتو تنزلوا فيها حوالي 5 أو 6 سنتيمتر، حبيتو تعملوها كاري اعملوها كاري بهذا الشكل. اما الرقبه الاماميه راح ننزلوا فيها حوالي يعني ما بين 16 الى 17 سنتيمتر. هذه في الرقبه الاماميه راح ننزلوا فيها 17 سنتيمتر. هنا البنات حبيتوا تدخلوا هنا 1 سنتيمتر وتعدلوا في الرقبه تاعكم، يعني الرقبه كاري كي ندخلوا فيها 1 سنتيم هذيك راح يعني تفرق حاجه كبيره. واش نجيو نديرو؟ نقصوا الباسون تاعنا ونكملوا باقي الشرح ان شاء الله. نقصوا اولا الرقبه الخلفيه، يعني ما نروحوش نبداو بالرقبه الاماميه، نروحوا اولا الرقبه الخلفيه ومن بعد نحيو الخلف ونقصوا الرقبه الاماميه. هذا فقط يعني ملاحظه للمبتدئات اللي يعني ماهمش معرفين يفصلوا باش ما يغلطوش فقط في قص الرقبه. ونروحوا طبعا الى غايه الطول المرغوب. هنا حبينا نفصلوا بقندوره ايبازي، حبيتوها دروات هذه يعني يرجع لكم. ثم نقص نطلعو من جهه يعني باش ما تجيناش القندوره متونحه. هنا كملنا طبعا رايحين نحيو الامام وحده والخلف وحده البنات. واش نجي ندير هنايا؟ راح ندخل هنا في الحرده تاعي الاماميه، ندخل بواحد او 1.5 سنتيم ونعدل في الحرده الاماميه بهذا الشكل، نقصها هنا باش ما يجيناش الانتفاخ في الصدر. واش نجيو نديرو؟ نفتحوا الرقبه تاعنا بالقيمه اللي حنا حابينها. طبعا هكذا كما قلت لكم، حبيتو تنزلوا فيها 17 حبيتو 18 سنتيمتر، انتم لكم الاختيار. واش راح نجيو نديرو البنات؟ راح نجيو هنا للمنتصف تاع الكتف نعملوا خط بهذا الشكل الى غايه الاسفل هكذا، هذا في الامام فقط، ونجيو نفتحوا هنا نفتحوها هنا. من بعد واش نديرو؟ نجيبو يعني قطعه من الفولار. كما شفتوا الفولار هنايا راهو كاين يعني هنا في الاكمام وكاين في هذه القطعه هذه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. واش نديرو؟ نجيبو قطعه شريط من الفولار نديوه بالعرض اللي حنا حابينه البيت. اما الطول طبعا راح تديوه شريط طويل يعني باش يكمل يكفينا حتى الاسفل. راح نطويوه بهذه الطريقه. هذا الفولار تاعكم هذا طبعا قلت لكم اديو العرض اللي نتوما حابينه شحال ما حبيتوه. نجيو نخيطوه في المكان هذا، يعني تخيطوا وتبليو تخيطوا وتبليو على كامل القطعه هذه. بعد ما تكملوا تخيطوا الفولار تاعكم هنا كامل، يعني تعملوا له هذوك لي بليات كما راكم تشوفوا يجيونا كتشرشيف. من بعد نجيو نرجعوا يعني تخيطوا الفولار هو الاول، ونجيبوا القطعه تاعنا هذه هكذا ونعاودوا نحطوها ونخيطوها في المكان هذا. راح يجينا الفولار هذا يعني يجينا في هذا الجزء هذا. بعد كي نقلبوا راح يرجع لنا بهذا الشكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. فقط نزيد نعمل لكم يعني تكملوا لي بلي هذو حتى
الاسفل تاع القندوره. حبيتو في التحت يعني خلاص، في الاسفل تخليو فتحه، تقدروا تخليو فتحه هكذا بهذا الشكل. قلنا نجيو نخيطوا الفولار هذا على كامل القطعه هذه هنا في هذا الجزء، ومن بعد نرجعوا القطعه تاعنا يعني نرجعوا نخيطوها هنايا ونقلبوها، راح يجينا هذا الفولار يعني في المكان هذا. من بعد كي تخيطوا تجيبوا القالون تاعكم هذاك وتحطوه في هذا المكان. ان شاء الله فهمتوني، يعني راهو يعني واضح الموديل، راهو يعني واضح. كما قلنا هادو الفولار هذا راح يجينا بلي يعني كتشرشيف، ومن بعد كي نخيطوا نجيو القطع تاعنا نجيو نركبوا هذا القالون في هذا المكان، يعني تبعدوا عليه حوالي 1 سنتيمتر فقط وتركبوا القالو تاعكم. وهذه هنا راح حزام يعني فقط مزينينه بالقالو. بالنسبه للاكمام البنات، اكمام يعني عاديين خلف يعني راهو سامبل كما قلنا هنا، يعني نظن ما كانش يعني ايبانس، ما فيش الموديل ايبانس. هذا الخلف وهذا الامام قلنا نعملوا له هذاك التشرشيف بالفولار، وعندنا كم يعني من الفولار وكم من القطيفه. هذا هو الموديل تاع اليوم. كم طبعا تروحوا تجيبوا فقط تطويو القماش تاعكم تاع الفولار مره واحده، وتطويو القطيفه تاعكم ايضا مره واحده، يعني لا مرتين هكذا. ونجيو نديو الطول تاع الكم تاعنا، مثلا انا عندي 55 سنتيمتر، ونجي نحدد العرض تاع الكم تاعي هنايا. شايفه الفوطو راهي تبان، شايفه نقربوا شويه هكذا باش تبان لكم. قلنا واش نديرو، نديو الطول تاع الكم تاعنا 55 سنتيمتر. نجي هنا نحدد، طبعا ندخلو هنا من الزاويه هذه او من المكان هذا ندخلو مسافه 14 الى 15 سنتيمتر. نحدو ميلان الحرده، نجي هنا نحدد المنتصف، نخرج هنا ب 1.5 سنتيمتر، وهنا ايضا. طبعا العرض هنا راح نديه شويه عريض، الموديل يعني راكم شايفينه هنا شويه عريض، شفتوه راح نديه شويه عريض يعني حوالي 18 الى 20 سنتيمتر، ونوصل بخط. هنا دائما في المنتصف نقولكم ادخلوا 1 أو 1.5 سنتيمتر ورسموا الكم تاعكم. قلنا راح يكون 1 يعني بالفولار، يعني تقدروا تفصلوا 1 بالفولار ومن بعد تحطوه وتفصلوا عليه الكم الثاني بالقطيفه، لانه عندنا كم قطيفه 1 بالفولار كما راكم تشوفوا في الصوره. هكذا راح نعينوا المنتصف، وهذا هو الموديل تاعنا البنات. ان شاء الله تكونوا فهمتوه بهذه الطريقه. هكذا راح يجينا بهذا الشكل. هذا هو الموديل تاعنا البنات. راكم شفتوه كيف راهو جاي. كما قلنا احنا فيه الفولار هنايا عند الكتف، وعندكم هنايا بالفولار، وعندكم بالقطيفه. ان شاء الله تكونوا البنات استفدتوا. نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.